بتبدأ أحداث فيلمنا النهاردة مع بنت صغيرة بتجري في غابة وفي عصابة بتكون عاوزة تلحقها وتخلص منها، وفعلا بيقدروا إنه يمسكوها وكانوا على وشك إنهم يقتلوها، لكن بتوصل أمها من بعيد وبتكون بارعة في استخدام القوس وبتبدأ إنها ترميهم بالسهام، وفعلا بتقدر إنها تقتل عدد كبير منهم. وبنشوف الأم وهي بتصرخ وبتطلب من بنتها إنها تهرب من المكان، لكن البنت بتفضل واقفة وبتتفرج من بعيد على أمها وهي بتحارب العصابة. لكن فجأة بيظهر شخص لابس قناع وإيده متكتفة، وبنعرف إن ده القناع الخاص بالمحكوم عليهم والمنفيين للجزيرة، وبيهجموا عليه. لكن لما بيقربوا منه بنكتشف انه خبير في الفنون القتالية وبيقدر ان يخلص على كل افراد العصابة باستخدام رجله بس، لان ايده الاتنين مربوطين. وهنا بنعرف ان الشخص ده اسمه يول، وانه كان ضابط سابق في المخابرات، وانه ارتكب جريمة بشعة، وان عقابه كان ان يتسجن في الجزيرة دي. وبتساعده البنت الصغيرة ان يتخلص من الاحبال المربوطة في ايده. بتشكره البنت الصغيرة انه انقذها هي وامها، وبنشوفه وهو شايل امها المصابة لقريتهم. لكن لما بيوصلوا بيظهر له حراس القرية وبيحاولوا انهم يهاجموه ويقتلوه، لكن بتحكي لهم جين اللي حصل من العصابه وانه انقذهم بعد ما كانوا على وشك انهم يتقتلوا. يوافق حراس القريه لما عرفوا اللي حصل انه يدخل قريتهم، لكن بيتكلم قائد الحرس واللي اسمه باو وبيقول لبول انه هيفضل مراقبه، وانه لو عمل اي حاجه غلط تعكر صفو القريه هيقتله بدون حتى ما يحذره. لكن يول مش بيرد عليه. وفي تاني يوم بنشوف مالي بتفوق من الغيبوبه اللي كانت فيها، وبيشوفها ياو وبيقول لها ان هو اللي انقذها من عصابه كون. لكن بتقول لها جين ان الراجل الجديد على الجزيره هو اللي انقذها، وبتشاور لها جين على يول. لكن اول ما بتشوفه مالي بتمسك الحربة وبتهجم عليه وبتحاول انها تقتله، وبيستغرب كل الموجودين في القرية من اللي بتحاول انها تعمله رغم انه انقذها من الموت هي وبنتها. وبتحاول جين ان تهديها وتفكرها ان هو اللي انقذها من عصابة كون. لكن مالي بتقول لاهل القرية ان يول كان ضابط في المخابرات وانه السبب في وجود المجرمين معاهم على الجزيرة. لكن يول بيطلب منها انها تساعده انه يوصل لكون، وانه بعدها هيسيب الجزيرة ويمشي ومش هتشوفه تاني. بتقول مالي ليول على مكان كون وانه موجود عند البركان الضخم اللي موجود في الجزيرة، وبتطلب منه يخرج من القرية حالا. وفعلا بنشوفه بيخرج من القرية علشان يروح لكون ويقتله. بتسأل جين يول عن السبب اللي هو عاوز يقتل علشانه كون، لكن يول مش بيرد عليها. وبترجع جين بفلاش باك للأحداث وقت ما وصل كون للجزيرة لأول مرة، وبتقول إن لما وصل كان وشه متشوه وجسمه محروق ولابس قناع مجرمين، وإنه لما وصل استقبله باو علشان يعيش معاهم في قريته. لكنه هجم على باو لما حاول إن يسلم عليه وقطع إيده وقتل باقي الحراس اللي كانوا موجودين مع باو، وإنه من الوقت ده أصبح هو المسيطر على الجزيرة، وإن عصابته بقت كبيرة جدا. وبعد كده مالي مع باو وباقي الحراس اللي معاه بيكتشفوا ان جين مش موجوده في القريه، وعلشان كده بيخرجوا كلهم يدوروا عليها في الغابه. بنشوف بعدها يول بيوصل لمكان مهجور وبيدخله، وبنتفاجئ بعدد كبير من المساجين موجودين في المكان ده ومسجونين باوامر من كون، وبيطلبوا منه ان يساعدهم انهم يخرجوا من السجن. لكن يول ما بيردش عليهم وبيكون كل تركيزه انه ينقذ جين. وفجاه بيقابل يول في المكان مجموعه من عصابه كون، وبيدخل معاهم في خناقه قويه، لكنه بيقدر ان يخلص عليهم بسهوله. وبيكمل بعدها يول بحث عن جين في المبنى المهجور. وفي غرفة تانية بيقابل مجموعة أكبر واللي بيكون فيها مجموعة منهم مسلحة، لكن يول بيقدر إن يخلص عليهم. وبيوصل يول للغرفة اللي موجود فيها جين، وبيلاقيها في وسط عدد كبير من عصابة كون وبيهاجمهم يول، وبيقدر إن يخلص على كل الموجودين معاها في الغرفة. وبيظهر بعدها قائدهم وبيكون شخص عملاق وقوي جدا، وبيهجم على يول بشراسة، لكن بيقدر يول إن يتفادى كل ضرباته. وبيقدر بعدها يول إن يهجم عليه ويقتله. بيقدر يول إن ينقذ جين وبيطلب منها إنها ترجع قريتها وما تمشيش وراه مرة تانية. وفعلا بتخرج جين من المبنى مهجور في طريقها لقريتها. بترجع بالاحداث فلاش باك وبتفتكر لما كون قتل ابوها قدام كل افراد الجزيره. وبتوصل مالي ومعها اهل القريه للمبنى المهجور، وبتقابل يول وبتلاقي لعبه جين معاه في جيبه، وبتعرف انها كانت معاه وبتساله عن بنتها. وبتقول واحده من العصابه المالي ان بنتها خرجت علشان ترجع قريتها بعد ما خطفتها عصابه كون، وان يول هو اللي انقذها. وبتقول مالي ليول ان لو حصل لبنتها اي حاجه هترجع وهتقتله. وبتخرج مالي مع باقي اهل القريه علشان يدوروا عليها. بنشوف واحد من افراد العصابه بيقدر ان يهرب من المكان المهجور اللي هجم عليه يول قبل ما يموت، وبيوصل للمكان اللي موجود فيه كون وبيقابل قائد الحراس، وبيبلغه ان محتاج يقابل كون علشان في خطر بيهدد ملكه للجزيره. وفعلا بيدخل لكون، وبيظهر كون وبيكون وشه لسه متشوه ومحروق، وبتكون معاه المساعده بتاعته. وبيقول المجرم اللي هرب ان في شخص اسمه يول هجم عليهم، وانه بيدور على كون علشان يتخلص منه. وبيفتكر كون لما حرقوا يول وبوظ وشه، وبيتعصب وبيطلب من افراد عصابته اللي موجودين في المكان انهم يخرجوا يدوروا ويلاقوا يول باي طريقه ويتخلصوا منه. وفعلا بيخرج رجاله كون من المبنى علشان يعرفوا مكان يول. وبنشوف عصابه كون وهي بتدخل المبنى، وبيوصلوا فعلا ليول وجين، وقبل ما يقدروا يقتلوهم بتهاجمهم مالي بالاسهم، وبتقدر انها تتخلص من كل افراد العصابه ما عدا مساعده كون اللي بتقدر انها تخدع مالي وبتهرب. لكن بتقدر مالي انها تلحقها قبل ما تتوه منها في الغابه، وبتضربها بالسهم ضربه قويه وبتقتل مالي مساعده كون. بتدور مالي على بنتها جين وفعلا بتلاقيها وبتحضنها، لكن بنشوف ان يول اتصاب بسهم في ظهره لما كان
كان بيحاول انه ينقذ جين وبياخد اهل القريه جين وبيقرروا انهم يسيبوا يول ويمشوا بدون ما ينقذوه، لكن بتترجاهم جين انهم يساعدوا يول وبيرفض ياو في البدايه، لكن بعد توسلات من جين بيقرروا انهم يساعدوه فعلا، وبيخرج باو مع واحد من حراس القريه قدام عصابه كون علشان يشتتوا انتباههم لحد ما يهرب يول مع جين ومالي، وفعلا بيقدروا انهم يخدعوهم، وبيقدر يول مع مالي وجين انهم يخرجوا من المكان ويهربوا من افراد العصابه اللي موجودين بره المبنى، وبيوصلوا للقريه وبيحاول الطبيب هناك ان يعالج يول، لكن بنعرف ان السهم كان فيه سم قبل ما يتضرب على يول وان اصابته خطيره جدا. بنرجع لباو وصاحبه اللي قدروا انهم يهربوا من العصابه، لكن في الطريق بيقعوا في فخ الصيد واللي منتشر منه كتير في الجزيره، وفعلا بتقدر عصابه كون انهم يقبضوا عليه وبيحاولوا يعرفوا منهم مكان يول، لكن في البدايه بيرفضوا انهم يتكلموا، وبيقتل القائد كورجان صاحب باو وبيهددوا انه لو ما دلوش على مكان يول هيخلص على كل اهل القريه. بيعمل باو مع كورجان اتفاق وهو ان يسلموا يول مقابل ان ما يقتلش اي حد من افراد القريه، وفعلا بياخدهم للقريه علشان يقدروا يقبضوا على يول. وبتتفاجئ مالي وكل اهل القريه من اللي عملوا باو بالذات، لان يول ساعد جين اكتر من مره ونجاها من الموت. بيبدا جوركان ان يقتل في اهل القريه، وبيبدا قتال قوي بين اهل القريه وعصابه كون اللي بتخلص على معظم اهل القريه. وبنشوف باو وهو مصدوم من اللي بيحصل حواليه لانه كان السبب في ان الناس تموت، لان دل العصابه على مكان يول. بنرجع ليول اللي بيكون لسه في غيبوبه وبيحلم باليوم اللي قدر فيه كون ان يقتل فيه مراته وبنته قدام عينيه. وبنشوف مالي اللي بتحاول انها تدافع على اهل قريتها وبتبدا تدخل في قتال مع جوركان، لكنه كان اقوى منها وكان على وشك ان يقتلها، لكن بيظهر باو اللي بينقذها من ضربه السكينه وبيموت بدلها، وبيعتذر لها عن اللي عمله لانه كان غبي لما افتكر ان ممكن بالطريقه دي هيقدر ينقذ اهل قريته، وانه السبب في ان العصابه توصل لقريته وتدمرها وتقتل اهلها. بتظهر بعدها جين اللي بتمسك سكينه وبتحاول انها تقتل جوركان، وبيضحك ان جين اتجرأت وحاولت تقتله، وبيمسك جوركان ايديها وبيرفعها لفوق وبيقرر ان يقتلها هي ومالي، لكن فجاه بيظهر يول اللي بيكون لسه عنده جروح خطيره في جسمه، وبمجرد ما بيشوفه جوركان بيسيب جين ومالي وبيبدا مع كل افراد عصابته انهم يهاجموا يول اللي بيقدر ان يستخدم سيف، وبيهجم عليهم وبيخلص على جوركان وعصابته اللي بتتبقى منهم شخص بيكون قتاله قوي جدا مع يول، لكن بيقدر يول ان يتخلص منه. بيطمن بعد كده يول على مالي وجين وبيتاكد انهم بقوا في امان في قريتهم، وبيقول لهم انه لازم يوصل لكون وينتقم منه ويقتله علشان بعدها يسيب الجزيره زي ما وعد مالي. بننتقل بالاحداث لمكان كون اللي بيكون بيعالج نفسه من الحروق اللي سببها له يول، وبنشوف قد ايه جسمه متشوه ومحروق. افتكر ازاي يول حرق له جسمه وشوه له وشه وبيستعد ان يقتل يول. بنشوف يول بيقتحم المبنى اللي موجود فيه كون وبيقدر ان يخلص على كل الحراس اللي موجودين في المبنى، وبيوصل فعلا يول لكون وبيقول كون ليول انه مستحيل يقدر ينسى شكل يول لانه هو اللي حرق له وشه، وبيقول له يول انه يستحق اكتر من كده لانه ملى العالم بالدم وقتل ناس ابرياء كتير ومنهم مراته وبنته، ان لازم يتقتل كعقاب ليه على كل الجرائم اللي عملها. بيقرب كون من يول وبيبدا قتال قوي بينهم، وبيظهر فيه قوه كون اللي بيهجم بشراسه على يول، وبيحاول يول ان يدافع عن نفسه ويصد ضربات كون لحد ما بيتعب كون وبيهجم عليه يول بكل قوته، وبيستخدم كون سكينه وبيحاول يقتل بيها يول، وبيقدر يول ان يتخلص من كون ويقتله وينتقم منه لقتل مراته وبنته، وبيخلص فيلمنا لحد هنا.